اياك ارجع ورا شويه. اياك تتمرن عضله واحده. ليه؟ اول حاجه لما تتمرن عضله واحده بتتمرن في اتجاه واحد. يعني انت دلوقتي بتتمرن باي وتراي، كل تمرينتك شغاله ساجيتال بلين، يعني الاتجاه السهل. كل تمرينتك بتعمل فيها تاني وفرد للمرفق فقط، وهكذا باقي التمارين. طيب اعمل ايه؟ انوع في التمارين، اعمل بوش بول ليجز، اعمل ابر لور، اعمل ايا كان، المهم ان انا امرن عضله مش اقل من مرتين في الاسبوع وبكم تدريبي مناسب ليه. كلنا مختلفين عن بعض، ما ينفعش تيجي تقول لي في كومنت اديني برنامج تدريبي، انا ما اعرفكش. انا عايز الاول اعرف الشخص اللي بتعامل معاه علشان ابدا اشتغل معاه. كل واحد فينا ليه حمل تدريب مناسب حسب مجهوده اليومي، حسب شكله عامل ازاي، تاريخه الرياضي، كل الكلام ده اللي في الاخر اديك بيه برنامج تدريبي. اياك تسال الاسئله دي. ما نتمرنش في اتجاه واحد، لان كمان دي بتبقى عرضه للاصابات. اتجاه واحد، ولو انت بالذات شخص مبتدئ هتلاقي ان انت بتجهد العضلات تشتغل عليها بشكل مكثف، وبالتالي مع الوقت زي التحمل ده هيؤدي في الاخر ان انت ممكن يحصل اصابه عندك. خفف والعب صح. ايه تاني ممكن نقوله؟ اعمل شير للفيديو. تحياتي، اقفل يا ابني.